يا صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صباح الرضا والجمال، صباح المانجا، صباح السكر، صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ الكلام يا حبايبي تعالوا نصلوا على النبي. صلوا على النبي يا حبايبي عليه الصلاة والسلام. تعملي ايه حلو كده يا ام تغريد؟ قولي لي كده، صاحية بدري بتعملي ايه؟ صاحية نشيطة بقى وفاتحة الشبابيك ومسكت الأوضة الصغيرة روقتها وغيرت الملك. والوقت تغريد طلعت على السطح قالت أصور كده واخد جولة، قلت لها خلاص ماشي. وكان في طبقين في المطبخ غسلتهم وقلت أخلص اللي ورايا بدري بدري عشان أقعد براحتي، عشان ميبقاش ورايا حاجة أخلص عشان أجهز الفطار. وما شاء الله والله الأوضة ما خدت حاجة ولا المطبخ خد حاجة. عملت فطار ايه حلو النهاردة يا أم تغريد؟ حمرت طبق بطاطس وعملت فول بطماطم وجبنة بيضة عليها طماطم وفول وطعمية وخيار ما شاء الله. وفطرنا والحمد لله. طب بتعملي ايه تاني يا أم تغريد؟ هنعمل فطير. بنعمل فطير عشان شم النسيم. طبعا يا حبايبي مصر كلها، أكترية مصر كلها عاملة فطير عشان شم النسيم. طبعا أنا ما عملتش لوحدي، عملنا شركة النهاردة كلنا اتجمعنا وعملنا مع بعض. كانت سلفتي أم محمد الله يبارك لها وبنت أخت جوزي، ايدينا بايدين بعض. بس انا الوقت غسلت العجينه حلو مره واتنين وتلاته، والوقت بدخل الدقيق سلفتي بتحط لي وانا بدخل الدقيق. بس انا عجنت لوحدي، كل واحد قال التاني تعبانه ده انا مش قادره، لا مش عارفه ايه. قلت لهم خلاص انا هعجن، انا كده كده ما بيلدش عليا عجين حد، انا اللي هعجن. وقلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. تترحمي على امي وابويا وموتانا اجمعين يا رب العالمين. وطبعا انا هناكل كل الدقيق اللي كان معايا، والوقت يا حبايبي هناكل كل الدقيق اللي معايا، الكمية اللي معايا كلها هناكلها لغاية ما اخلص، وبعد كده هعجن وهافضل الت فيه واعجن فيه واديله حقه لغاية ما تبقى العجينة سايحة معايا وزي الملبن. ما شاء الله كان جميل، والفطير كان طالع جميل. بألف هنا يا رب الكل اللي كل منه. وقلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله شايفين يا حبايبي بقى عمالة اقول لها حطي بالراحة عشان ما توقعيش في الدقيق اللي انا نخلته، وهي ميتة على نفسها من الدقيق. تقول لي هو انت شاطرة وانا مانيش شاطرة يعني؟ اقول لها اه. شايفين بقى ام تجرد؟ قولي لي بقى في التعليقات مين اللي عمل فطير ومين ما عملش فطير. وهتروحوا فين؟ احنا كده كده هنروح الارض وهناخد بقى معانا فطير وجبنة وكل حاجة. هنقضي اليوم برا ان شاء الله، انا وسلفتي وبنتي وبنت اخت جوزي ان شاء الله هنقضي اليوم برا. شايفين يا حبايبي بقى كل شوية اقول لها اوعي توقعي. كل شوية اقول لها كده وهم ميتين على نفسهم من الضحك. وبعد كده جبت شوية ملح ورشيتهم على الدقيق وقلبته حلو. وشايفين بقى والله العظيم قلتلكوا ايديا وجعتني من كتر العجين، مش هتصدقوني. كل شوية اقول لا ده محتاج مية، عمالة اعجن فيه واقلب فيه لغاية ما خليتها ما شاء الله كانت سايحة وجميلة معايا. وعمالة اديله ادي ام تجريد وعمالة اعجن وما شاء الله كان جميل والفطور كان جميل. والله بألف هنا يا رب الكل اللي كل منه. ما شاء الله. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله. قولوا لي في التعليقات مين عمل فطير ومين اللي ما عملش، عرفوني هستناكم في التعليقات تقولوا لي. ماشي يا حبايبي؟ متابعينا حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، اخباركم ايه؟ وحشتوني والله العظيم بتوحشوني. لما بتأخر عليكم بيبقى غصب عني والله. عاملين ايه؟ ربنا يخليكم ليا يا رب. ما تحرم منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. ربنا يكبر بخاطر كل واحدة علقت لي تعليق حلو. ربنا يفرح قلبها يا رب وتفرح بعيالها وما تشوفهم حاجة وحشة أبدا. ودايما على طول الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس، وأهم حاجة اللايك، أهم حاجة اللايك يا حبايبي. شايفين بقى الوقت بقى كل ده أنا توهت الدقيق في قلب المية ما شاء الله وعجنته بقى واديته حقه. دخلت على المطبخ عشان أجهز حاجة الفطير. الوقت دي كان كيلو إلا ربع زبدة، والسمنة دي سمنة روابي بالقشطة، بس كانت جميلة السمنة دي جميلة قوي. والوقت هحط كوباية زيت وهدي عليها لغاية ما تفك خالص. وما شاء الله كانت جميلة وكانت ريحتها قلب المطبخ. والوقت بقى هدي عليها وحطيت معلقتين قشطة. دي غير الحاجة اللي انا هعملها. ماشي يا حبايبي؟ انا سايبة حاجات للوش خالص، اما اجي افرد الفطير سايبة حاجات له. ما شاء الله. قلنا دايما على طول نصلي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. والوقت بقى احط من كوباية زيت وبعد كده هطفي عليها. انا خليت بس الحاجة تفك معايا وبعد كده هطفي البوتاجاز عشان الحاجة متبقاش سخنة معايا.
شايفين بقى وأنا عمّالة أقلّب بقى وحتة القشطة بقى والزبدة ما شاء الله، بألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه. الوقت بقى كنت عجنت وخلّصت، والوقت بقى رشّيت شوية دقيق على الصينية عشان أقرّصه، وطبعًا أنا سِبته ييجي ساعتين، قُلت هو معمول بدقيق فينو، قُلت يرخي براحته عشان العجينة بتشد معايا، هاسيبه براحته، يرخي ساعتين 3 أنا كده ما وراييش حاجة، وسِبته براحته بقى خالص لغاية ما سلفتي نزلت جهّزت أكل وقامت طالعة لي تاني. ما شاء الله كان جميل، ريحته كانت قلبة الشارع، والله. دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام. شايفين بقى وأنا عمّالة أقطّع والتقطيعة ما شاء الله، تحس إن التقطيعة واحدة. أنا عمّالة أقطّع أقول لأ دي كبيرة، لأ هاصغّرها، لأ أخلّيها زي التانية، لازم يبقى كلّه مقاس واحد، عشان كل واحد ياخد حقّه، كل واحد ياخد حقّه بما يرضي الله، عشان إحنا مشتركين واللي له حاجة هياخدها، هنقسّم في الآخر وما شاء الله كان جميل. شايفين بقى أنا عمّالة أقطّع إزاي؟ طبعًا لسه الوقت باقطّع، هاخلّص اللي معايا خالص واغطّيه بورق سُفرة واسيبه براحته، لمّا العجينة ترخي معايا خالص هنشتغل بقى ونشوف هنعمل إيه. شايفين بقى أنا عمّالة أقول لكم التقطيعة واحدة، قليل لو اتلقيت حاجة ما أنا إيديّا مش ميزان، قليل بقى لو اتلقيت واحدة صغيّرة. ما شاء الله كان جميل. هتقولوا لي في التعليقات بقى قولوا له بقى لو في أي غلطة أو في أي حاجة عرّفوني، والله ما هازعل، في أي غلطة قولوا لي يا متغرّدة أنتِ غلطانة في كذا أو عدّلي كذا أو اعملي كذا، أنتم أخواتي وصحابي وحبايبي، والله العظيم يا حبايبي إن قُلت لكم دراعي ده هو وجعني وجع ما هتصدقوني، بس الحمد لله ما أنا عجنت لوحدي، لا بنت أخت جوزي عجنت ولا سلفتي عجنت، بيدبّسوني في كل حاجة، قدّام الفرن أنا اللي باقعد عجين أنا اللي باعجن، طبيخ أنا اللي باطبخ، غسيل مواعين أنا اللي باغسل، كل حاجة أنا اللي باعملها، متّكلين عليَّ في كل حاجة، وسايبينّي لوحدي كده، وأنا أقول يالّا خلّوهم يتدلّعوا عليَّ شوية مش مشكلة، والوقت بقى أنا خلّصت ولو في دبّانية والّا حاجة باهشّها، وهافرش ورق سُفرة عليه، وهاسيبه يرتاح ييجي ساعتين 3 أنا كده مش مستعجلة عليه. وما شاء الله شايفين بقى الزبدة مع السمنة مع الزيت، ما شاء الله كانت ريحة الحاجة دي جميلة، وطبعًا العجينة طريت معايا وبقت حلوة، طبعًا أنا وسلفتي عمّالين بنفرد وكل واحدة ماسكة بطاطة، ما شاء الله كان جميل، وأنا عمّالة أعمل شوية وهي شوية، هي تعمل بالبطاطا شوية وأنا شوية، ما شاء الله. شايفين بقى؟ دلوقتي بقى هي بتعمل شوط وأنا شوط، هي بتعمل شوية وأنا شوية، وهنفضل نفرد خالص لغاية ما نخلّي الفاتورة دي كبيرة خالص، مالية الطبلية كلّها، ليه؟ عشان ما تبقاش تخينة وتبقى مورقة معايا، أنا إيديّا وجعتني هي بتبدّل شوية، كل واحد بنريّح بعد شوية، وبعد كده بنفصل التليفون شوية 5 دقايق ونرجع نعمل تاني، ما شاء الله كان جميل والله العظيم ريحته كانت قالبة الشارع، يعني أيمن ييجي يقول لي: "ماما هو أنت عملت فطير؟" هو ما كانش هنا. هو أنتِ ما شاء الله ده ريحته أقول له: "يا شيخ" يقول لي: "والله." أقول له: "ماشي." شايفين بقى هي وطبعًا دلوقتي إحنا بنعمل كده عشان ما تبقاش تخينة معايا. إحنا الوقت بقى عمّالين نفرد فيها لازم تملى الطبلية كلّها، ونرقّق فيها عشان ما تبقاش تخينة. شايفين هي بتشد من ناحية، أنا باشد من ناحية، عشان مش عايزينه تخين، عايزينه مورّق ويبقى جميل كده، ماشي؟ شايفين بقى أنا باورّيكم الطريقة خطوة، خطوة. طريقة سهلة وجميلة وبسيطة. قومي يا حبيبتي أنتِ وهي شجّعي يالّا واعملوا الفطير بتاع شم النسيم، قومي يالّا كده شوفوا أم تغريد كده ويشجّعوا، أم تغريد عملت فطير وإحنا لسه ما عملناش يا ولاد، قومي يا حبيبتي يالّا اعملوا الفطير، ما عادش إلا يوم واحد على شم النسيم. دلوقتي إحنا فردنا الفطيرة خلّيناها مالية ما شاء الله الطبلية، وطبعًا الحاجات اللي إحنا عاملينها ديّة هندهن الفطيرة، هي بتعمل الحتة اللي قدّامها اللي هي طايلاها، وأنا باعمل اللي قدّام، لغاية ما نخلّي الفطيرة كلّها السمنة بالزبدة كوباية الزيت، لازم الخلطة دي أصلًا تتعمل للفطير، ما شاء الله والله العظيم كان جميل، وما كان إحنا أساسًا مش عايزينه سميك، شايفين بقى عملنا النُص، وطبعًا كذلك هنقلب النُص التاني. ما شاء الله، شايفين بقى؟ طبعًا إحنا هنعمل كل الكمية اللي معانا، الكمية اللي معانا بتاعة سلفتي، بتاعة بنت أخت جوزي، وفي الآخر كل واحد عارف هو له إيه، شايفين بقى؟ ما شاء الله، هي عمّالة تقول لي حُطّي، الحتة دي ما اتحطّتش عليها، أقول لها خلاص ماشي، طب حُطّي هنا، أقول لها خلاص ماشي، لغاية ما خلّصنا خالص، شايفين يا حبايبي؟ متابعينا حبايب قلبي عاملين إيه؟ قوموا يالّا اتشجعوا يالّا واعملوا الفطير.
طب ريحينا حبيبة قلبي، عملتوا فطور والّا لسه؟ قومي اتشجعي شوفي المتغرّدة واعملوا فطور يالّا، ربنا يخليكِ ليّا يا رب وما اتحرم منِّك أبدًا. شايفين بقى وما شاء الله وأنا ماسكة لكم الفطيرة بقى وعمّالة أورّيكم، شايفين بقى دي بقى كانت اتفرد وحطيت عليه السمنة بالزبدة وهاغطّيه، وما شاء الله الوقت بقى أنا طلعت فوق قدّام الفرن، سخّنت الصينية بتاعتي وهافرده. والله العظيم كانت أول واحدة طالعة ما شاء الله، أول واحدة أحسن من آخر واحدة، كلّه كان جميل وبألف هنا يا رب لكل اللي كَل منه، قُلنا دايمًا على طول نصلّي على النبي ونذكر الله عليه الصلاة والسلام، شايفين خيره بيطلع إزاي، الحاجة اللي أنا حاطاها له عشان أنا مسخّنة الصينية، وبعد كده هادهن وشه وأحطها في الفرن، وأهدّي عليه من فوق ومن تحت، اتلقيت القعر بارد هاعلّي شوية. بإيديّا بقى إيه، أنا اللي باحكم الفرن، باهدّي شوية، محتاج اللي أنا أعلّي أعلّله شوية، أنا إيه اللي تبع الفرن، أهدّي، أعلّي، أشوفه محتاج ولع باعلّي، محتاج اللي أنا أهدّي عليه باهدّي، وكل شوية باشوف قعره حامي والّا بارد، والوقت أنا خلّصت أهو وما شاء الله هادهن الوش بتاعه. اليوم دي كان روتين جامد من أوله لآخره، ترويق وفطار وعجين، كل حاجة، أنا اللي اتدبّست النهارده في كل حاجة، قُلت لهم: "حرام عليكم بقى ما عُدتش قادرة، حد يعمل بدالي." قعدوا يضحكوا عليَّ، روّقت الأوضة ترويقة حلوة، وروّقت المطبخ، وجهّزت فطار، قُلت لهم: "أنتم النهارده دبّستوني، هانام مش هاتقلب." قعدوا يضحكوا عليَّ، شايفين بقى ما شاء الله عمّالة في الفرن عمّالة إيه، شايفين بقى اللون بتاعها كده لسه ما احمرتش، هاقلّبها لغاية ما اللون بتاعها يدّيني اللون اللي أنا عايزاه، وتاخد وتدّي بشكل وِدّي، وتاخد وتدّي بشكل وِدّي، ما شاء الله، شايفين بقى؟ أنا باقلّبها عشان ما تبقاش حتّة واحدة احمرّت وبقيتها ما احمرّتش، وباقوم زقّاها تاني. وطبعًا النهارده أنا ما طبختش، ما قدرتش أصلًا أتحرّك، قُلنا هناكل فطور النهارده وعسل وجبنة وطماطم وخيار، وبعد كده ما شاء الله سمعنا صوت طبل بلدي في الشارع، شبكة ابن عم جوزي، عقبال عندكم يا حبايبي، عقبال ولادكم يا رب لمّا تفرحوا بيهم وتشوفوا لهم أحلى العرايس، ما شاء الله، الفرح حلو طبعًا يا ولاد، ما شاء الله، سمعنا بقى صوت الطبل من هنا ونزلنا،